السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم سلطة مشكلة بالخضار، بالانواع ديال الخضار، كتجي زوينه وصحيه وكتجي لذيذه صراحه، لذيذه بزاف. ودابا غندوزو المقادير. الطريقه ديال التحضير، بسم الله على بركه الله. هنا عندي لدانت اللي حمرته على هذا الشكل، اللي طيبته في شويه د الزيت وشويه د الملحه، وخليته حتى ولا اللون ديالو هكا مذهب، ما كنخليوش حتى كيقصح. وعندي هنايا مطيشه سوريز اللي قطعتها على 4، كل وحده كنقطعها على 4. وهنايا عندي البيض، عندي 2 بيضات وقطعتهم على كل بيضه كنقطعها على 4. هنا عندي واحد البصله صغيره اللي قطعتها هكايا رقيقه، قطعتها طولي ورقيقه بزاف. هنايا عندي بطاطا، وعندي هنا عندي واحد 2 بطاطات، وعندي واحد خيزوه، 2 خيزوات صغار شويه اللي سلقتهم في الماء والملحه. هنا عندي واحد الخياره اللي قطعتها على هذا الشكل رقيقه شويه، ما كنغلطوش، كنرقوه شويه. الخضر ديالنا كاع كنقطعوهم رقاق شويه. هنا عندي الحمص اللي سلقته في الماء والملحه، والطاطا طيبته كاع انا مزيان. وهنا عندي الخس، وهنا عندي الربيع، شويه المعدنوس. وهنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ودرت فيها واحد المعلقه ديال الخل، ودرت فيها شويه الزعتره، ودرت فيها الابزار والملحه. صافي داكشي اللي درت فيه. صافي هنايا دزت كنخلط في السلطه ديالي في الخضار. هكا نقدروا هاد السلطه هذه ديال البرد وديال الصيف. الا بيناها بارده راه كندخلوها للثلاجه، واخا كلشي هادشي اللي طيبنا كندخلوه للثلاجه حتى كتبرد لينا. وإلا بيناها فوق البرد راه كنطيبوا كلشي هادشي، كنسلقوه وكنحطوه كنخلطوه مع حدو سخون، اولا كندوزوه مازال في شويه الزيت، هكايا في المقله كنخلطو وندوزو هكايا في المقله باش يسخن لينا. وصافي كتكون ديال وقت البرد. وإلا بيناها صيفيه كنديروها في الثلاجه حتى كتبرد كما قلت لكم. وحنايا اليوم عندنا الصهد بزاف، درتها بارده، دخلتها للثلاجه حتى بردت. صافي كنخلط كلشي هنايا، كنخوي عليهم داك الزيت وكنخلط كلشي على هذا الشكل. وصافي هنايا غادي نخويها في التبصيل، وغادي نخلفها بالسلوفان، وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد لينا ان شاء الله. وغادي نرافقها بواحد المقله ديال البطاطا والبيض والفرماج اللي هي شكل فطيره. انا ما درتهاش شكل فطيره الصراحه، ولكن جات زوينه وبنينه. وهكايا الغداء داز خفيف، اولا العشاء اولا. انا صراحه حضرتها للغداء لان الحال سخون، وحضرتها للغداء خفيفه وصحيه وزوينه صراحه. راه كتشبع، ماشي ما كتشبع، ماشي غير كناكلوا سلطه صافي، راه كتشبع بلا خبز، كتشبع وصراحه كتليق حتى لمالين الريجيم. الناس اللي دايرين الريجيم راه كتليق لهم هاد السلطه، لان فيها كلشي الخضار منوعين، منوع الخضره. وهكايا كنديروا فيها الذره اللي درت انا راه ماشي ديال العلبه، راه ديال الدار. داكشي علاش كلشي صحي. هاد السلطه كلها صحيه وزيت الزيتون، وصراحه كتشهي، والريحه ديالها زوينه بزاف. ودابا غادي ندوزو المقله ديالنا ديال البطاطا والبيض. هنايا درت المقله هكايا بالبطاطا والبيض والفرماج. صافي درت عليها هكايا الكيتشوب من الفوق. هنايا عندي واحد 4 البيضات، ودرت لهم شويه د الملحه وشويه د الابزار. صافي خلطتهم مزيان، ضربت بداك البيض مزيان على هذا الشكل هكايا. وصافي درت عليه هاد البطاطا. انا عندي هنايا واحد 5 د البطاطات اللي قطعتهم هكايا مكعبات صغار، وقليتهم في المقله في الزيت، عاد حطيتهم في داك البيض. وهنايا عندي واحد المقله اللي دهنتها بالزيت، درت فيها شويه ديال الزيت وخويت فيها داك الخليط. انا هنايا ما قلبتهاش لان تشدت ليا في واحد البلاصه ما نقدرش نقلبها، خليتها غير هكاك، ولكن جات طيبه وزوينه بزاف. غطيت عليها ونقصت البوطه حتى طابت من الفوق ومن التحت، وزدت عليها الفرماج من الفوق هكايا، وزدت غطيت عليها تاني حتى داب داك الفرماج.
هنا نقصت عليها البوطه بزاف باش ما تحرقش لينا من التحت، لان البيض راه ساهل دغيا يتحرق. وهنا البطاطا ديالنا راه درت البطاطا المسلوقه راه المقليه عفوا. صافي هنايا كندير عليها شويه د الربيع من الفوق، شويه المعدنوس، وصافي كتجي زوينه بزاف. انا هنايا راه دقتها قبل، بغيت نوريكم هكايا الفرماج كيفاش كيجي. كتجي كلها ملصقه بداك الفرماج، وصافي من الفوق درت عليها شويه الكيتشوب، وجات صراحه زوينه بزاف. حتى هي نقدروا ناكلوها بلا خبز، غير بالفرشيط، وكتجي زوينه وبالصحه والراحه.